شنو أكثر شيء يسويه الرجال يطيح قيمته؟ أكثر شيء ممكن يفعله الرجال يطيح من قيمته. ثلاثة، هذا اللي يجتمع بالرجال وصل مرحلة ميؤوس منه. ميؤوس إيه؟ وتطيح قيمته نهائي. شنو هي؟ ثلاث. إيه؟ فصار ما يستحي وبخيل وكذاب. ما يستحي وبخيل وكذاب. هذا خلاص انت بسلم عليه، انتهى. زين اوكي، بخيل وكذاب نعرفها، بس ما يستحي شلون؟ ما يستحي، لو يستحي ما صار بخيل وكذاب. صح. إيه كان ما كذب لو انه يستحي ولا صار بخيل. صح. بس بعد زود على ذلك قل حياة بعد مرة واحدة، فاسخ عن الحياة مرة واحدة. هذه مصيبة هي. إيه ما عنده كل شيء إنه يقدر يسويه عاد. هذا يعني ما تتجاوز قيمته مو صفر. الصفر ترى زين، ترى بعض الرجاجيل لو وصل صفر أموره طيبة. لا الصفر بالنسبة لي أنا مقاس إنه ما يضر أحد وما ينفع أحد، كافي خيره وشر. هذا الصفر. هذا صفر. أي. هذا انطلقت أي رجل. أي. إنك ما تضر أحد ولا تنفع أحد. تمام. لا نافع ولا منفوع. تمام. ما تجيك منه مضرة. أي. هذا صفر. هذا حدر الصفر. هذا اللي يضرك. هذا حدر الصفر. قلت لها هذا تحت الصفر بسيبيري 30 تحت الصفر 40. روح كثر ما تقدر تقول. ايش رايك ابو محمد؟ انا لا شك ان هذول موجودات، يعني ممكن في ناس تكون يعني موجوده فيها وعايشه، بس انا عندي وماشي اموره. الرجال طيح مره واحده مساح الجوخ. مساح الجوخ هذا اللي ما له يعني حتى يعني اللي يقلقس، يعني اللي يقلقس ويمسح جوخ للناس، وتلقى دايم مهاين نفسه عشان بس يستفيد منهم ويتمصلح عندهم، وهذه تقلل قيمته في كل مكان. حتى لو دخل ما له قيمه عند الرجال، والرجال تقدر تتجرأ عليه. ترى الكذاب مرات والبخيل ما يتجرؤون عليه. الناس ممكن ما تتجرأ على هذا. ما تتجرأ على بخيل، ما تتجرأ على كذاب، ما تتجرأ عليهم. يعني ممكن تهاب مرات الكذاب هذا كله، ترى كله. لكن مساح الجوخ هذا مهان في كل مكان. لا اله الا الله. طيح حظه. طيب انا سؤالي الحين برجع لابو شعلان وبرد لك نفس السؤال. ابو شعلان، لو شخص عزيز عليك او شخص تعرفه قريب عزيز ايا كان، فيه واحده من هالصفات اللي انت ذكرتها، ايش تبي تسوي وشلون تتعامل؟ انصح انه يهدى طبعا. غير النصيحه، يعني شلون بتكون نصيحتك له؟ دائما احث على انه يترك الامور هذه. دائما افشله، دائما اقول له لازم تسوي هالو. تقسى عليه؟ اقسى ليه ما اقسى؟ عشاني لا صار قريب مني ولا دائما يظهر معي ولا دائما معروف انه مقرون معي ابو شعلان. اذا هذا صار خويي، اذا الناس تنظر لي نفس نظرته. احد الامرين، يا اما صاحب ساحب. صحيح. يا اما هو يسحبني يا اما انا اسحب. صحيح. انا شلون اسحب الا صرت منهى عن الامر؟ يعني بتكون قاسي معاه؟ لازم. وما راح تيأس؟ لا قال ما هو نفس ذاك اللي يسولف يقولون ما فيه طب يحب يكذب. قال خويه يا ولد تكفى بس هالمره، انت دايم تمنعني على الكذب، بس هالمره هالكذبه هذه بس هالكذب. قال خلاص بس شوف افضل لي اذا هذا، لانه يشاهده هو المشكله. شاهده يقول شاهدت فلان. فقال له طالع لي يلغى ما السلك غير السالفه. كان والله احد المرات طالعين للقنص وروف قطع رف كامل مغطين عين الشمس. يقولوا انا امد البندق عليه، هاقي خويه انه راح يطيح الرف كله. الرف فوق 5000 مغطي عين الشمس، يعني مو قطعتين. طالع له مزله. قال والله على ما جاء مضراب انه يغدر ويقول ينقسم من اثنين غدا حول 3000. يقول وانا ازين البندق ابي صار مرمى. هو يطالع هو يغمز له، يقول هنا يطير لا يوصل 500. هو يطالع له درى ان 500 بطلقه واحده راح يطيح. كذبه يعني حتى لو 500 كذب. طالع غمز له قال تضيق ولا ما تضيق ولا طيحه فلفلين واحده. يقول ولا ارميه ولا 500 بطلقه وشاهدت فلان. قال والله بنت صادق والله انا كذب. تسوي انا ما في طب يعني هالشغله قصب يعني. ما دام انه معك لازم تنهى عن الامراض. خلاص لازم تنهى. صح. بغشوه بكل شيء لازم تنهى وتستمر وياه لين او انه يبعد عنك. طيب من كثر القسوه يمشي خليك خلي يدور غيري مش ان شاء ابو محمد هذا شو اسمه، هذا لو انه مساح جوخ خويه اللي معاه كان لقى له هذر. هذا خويه مساح جوخ ونفس سالفه هاللون بعد. يقول ذاك اليوم انا رميت لي غزال
إيه. يقول رميتها بشقه واحده برجلها ورقبتها بشقه واحده. إيه. قالوا شلون برجلها وبشقه واحده؟ قال اللي يعزز، قال انا شايفه صك وهو يحتك، قال حك رقبتها برجلها ورماها وجت من رجل ورقبه من رجل على مراد. فصار مثل صك وهو يحتك. هذا